نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور إفطار عمل على موجات البرنامج العام بالإذاعة. نادية صالح. نرحب بكاتب مصر الأديب العالمي الأستاذ نجيب محفوظ. كل سنة وحضرتك طيب. كنت طيبة، أهلا وسهلا. على إفطار عمل هناك مجموعة من الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال. نقول البنود؟ البند الأول: تقرير بشأن نجيب محفوظ قبل نوبل ونجيب محفوظ بعد نوبل. كان قبل نوبل أديبا محليا على المستوى العربي، ذكريات من عمري فات. وبعد نوبل خرج عن هذه الدائرة بعض شيء، يعني ابتدت الكتب تترجم أكتر من الأول وتجد قراء أكتر. في أعمال انضافت للواحد بحكم الجائزة لما الجمعيات بتحدث ذات الصفة العالمية في مواقف سياسية أو اجتماعية تطلب إمضاء من الناس، يعني ساعات أشترك فيه، زي أظن مانديلا أيام ما كان في السجن، حاجات زي كده. مانديلا بحيث طالبتم واشتركت مع المطالبين بالإفراج عنه. البند الثاني: دراسة عن دعاة السلام في العالم على مدى 50 سنة. ذكريات من عمري فات. يمكن أشهرهم غاندي والمرحوم السادات والرئيس حسني مبارك. الزعيم جمال عبد الناصر. عبد الناصر كان دوره الحقيقة مقاومة الاستعمار والحاجات دي، يعني قلب، كان محارب. طيب، هل هذه الدراسة تحتاج إلى لجنة؟ مين اللي ممكن يقدموا دراسة دقيقة ومستفيضة في هذا الموضوع؟ طبعا بطرس غالي على رأسهم، ومحمد حسنين هيكل، كنت عاوز أقول لك، وأحمد بهاء الدين ربنا يشفيه إن شاء الله إن شاء الله، لأن لهم نظرة شمولية وثقافة سياسية واسعة ومتابعة.